أم علي من الحلويات الشتوية اللي كلنا بنحبها، بتدفينا في الشتا. وأكتر وقت بنعمل فيها أم علي هو فصل الشتا. حاجة كده زي البطاطا والبليلة والحاجات اللي بتدفينا. النهاردة هنعمل مع بعض أم علي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وطواجن أم علي بتتعمل بأكتر من طريقة، ممكن تستخدمي فينو بايت عندك أو رقاق مركون بتحمصي نص تحميصة وتستخدميه لطواجن أم علي. بس أنا هنا هستخدم عجينة الملفي، وبصراحة جربت كل الطرق ولقيت أحسن طعم لأم علي هي عجينة الملفي. وده شكل عجينة الملفي، أنا جبتها من محلات المخبوزات، موجودة في أي سوبر ماركت أو أي هايبر أو محلات مستلزمات الحلويات. واستخدمت معاه 5 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، ومعاها معلقتين قشطة وش اللبن، وطبعا مكسرات عين جمل وزبيب ورشة من الفانيليا، والمكسرات هنا اختياري. واستخدمت معاهم 1.5 كيلو من الحليب البلدي، بيكون دافي عشان يدوب فيه السمنة بسهولة والسكر بمنتهى السهولة، بس يدوب دافي كده زي دمعة العين. وهنزل فيه بمعلقة من السمنة، وهنزل فيه ب5 معالق كبار من السكر. والسكر هنا حسب الرغبة، لو عندك أي مشاكل مع السكر ممكن تستبدليه بعسل أبيض وهيديكي نفس النتيجة. وهقلب كويس جدا السكر والسمنة في قلب اللبن لحد ما اتأكد انه دابوا تماما. وهنزل عليه برشة بسيطة جدا من الفانيليا، واقلبهم كويس جدا مع بعض. وعايزة اقولك المقدار ده هيعمل لي 7 طواجن من ام علي. لو انت حابة تكتر او تقللي على حسب الكمية اللي هتعمليها. وبعد كده هبدأ احضر الطواجن بتاعتي. انا جايبة الطواجن هنا وغسلاها كويس جدا ومنشفاها بحتة قطن، وهنزل فيها بعجينة الملفي. انا هستخدم في ال7 طواجن برق واحد بس من عجينة الملفي، لان انا هنا مش هعمل الطواجن على الاخر، انا بحط كمية قليلة جدا علشان بيشرب اللبن وبتضاعف حجمه بعد كده. فبلاش تكتريه، واعملي حساب ان لما يخش الفرن هيعلى معاكي، ما يدلاش منك ويبوظلك الفرن من جوه. وبعد كده بعد ما خلصت توزيع الملفيه داخل الطواجن، هنزل عليها بالمكسرات. بس عين الجمل عندي مش مجروشة، هي سليمة، فبضطر اكسر الواحدة لاتنين او 3 عشان تكون سهلة في الاكل. وهنزل برشة من الزبيب على الطواجن بتاعتي. ولو مش متوفر عندك مكسرات استغنى عن الخطوة دي تماما. وبعد كده هبدأ في توزيع اللبن. انا هنا بوزع اللبن في الطواجن كلها بالتساوي، لان مش هينفع ابدأ بالطاجن احط فيه اللبن كله مرة واحدة، لان وش اللبن عندنا مليان بالسمنة اللي احنا ضفناها للبن. فعشان كده بوزع السمنة في الطواجن كلها. وبعد كده بكمل الطواجن كلها باللبن، وبنسيب فيها بس في حدود نص سنتي عشان خاطر لما يجي تستوي ام علي وتفور في الفرن متطلعش بره الطاجن وتضيعي الوش بتاعها. فسيبي فيها مساحة وغطسي فيها كده الملفيه داخل اللبن عشان تضمني ان كله شرب من اللبن. وبعد كده هنزل بأهم التركة بقى، معلقة القشطة. في كل طاجن بضيف على الوش معلقة صغيرة من القشطة البلدي، بتخلي الطاجن من على الوش مكرمل، وفي نفس الوقت بيديكي الشكل الذهبي اللي بنشوفه في الطواجن بعد السوا زي المحلات بالظبط. ويلا بقى نحطها في الفرن. انا شغلت الفرن بتاعي على حرارة 220 لحد لما سخن، وقمت مدخله الطواجن بتاعتنا حطها كلها من تحت. وبدل لما الطاجن يفور معايا ويعلى رفعته على الشواية، وطيت الفرن الحرارة 180 لحد ما خد اللون الذهبي بالشكل ده. وبعد كده طلعتها من الفرن على طول. وده شكل ام علي بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، حاجة كده بسم الله ما شاء الله تفتح النفس. بتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتعتمديها في طريقة عمل ام علي. وبشكر كل متابعين اكلات زمان.